أنا طول عمري شخص مهتم بالعلاقات وإنه يفهم العلاقات، باقرأ كتب، باسمع فيديوهات، وبجد عمري ما لقيت محتوى عربي مفصل بيتكلم في الموضوع اللي أنا جاية أتكلم فيه معاكم النهارده. نظرية التعلق أو الattachment theory اللي أنا هاتكلم فيها النهارده، أنا اتعرفت عليها من حوالي سنتين أو سنتين ونص بالضبط، وبعد ما قريت كتب عنها وسمعت فيديوهات كتير ودوّنت مع نفسي كتير، وقعدت أكتشف نفسي واكتشف الattachment style بتاعي، حسيت إنه هو إزاي كده؟ إزاي كان في علم بيوصف اللي أنا فيه؟ إزاي كان في كتاب ولا فيديو بيوصف الحالة اللي أنا كنت فيها وأنا ما كنتش أعرف إن الحاجات دي موجودة، إزاي؟ فأنا النهارده جاية أعيّشكم نفس الحالة اللي أنا عِشتها وأنا باتعلّم عن نفسي أكتر، وأنا باتعلّم عن الattachment style بتاعي أو نمط التعلُّق بتاعي، فيالّا بينا نبدأ الفيديو. ما هي نظرية التعلُّق؟ النظرية دي بتفسّر إزاي إحنا بنتعامل وبنتواصل يعني بنconnect مع البشر اللي حوالينا، والسلوكيات اللي بتصدر مننا في التعامل معاهم إيه أسبابها وإيه دوافعها. خلّيني بس أوضّح إن في كل اللي جاي أنا هاقول مصطلحات باللغة العربية وباللغة الإنجليزية، وده لسببين. السبب الأول إن الحاجات دي أنا اتعلمتها أصلًا في البداية بالإنجليزي، فبالتالي بالنسبة لي المصطلح الإنجليزي هو المصطلح الأسهل عليّا. تاني حاجة عشان أنتم لو حبيتوا تقرأوا أكتر أو تسيرشوا أكتر عن المواضيع دي، فهتلاقوا لها مصادر بالإنجليزي، فعشان تكون المصطلحات حاضرة في ذهنكم وأنتم فاهمينها يعني، كل إنسان مننا عنده نمط تعلُّق أو attachment style. الattachment style ده بيوصف الطريقة اللي أنت بتتعامل بيها مع الناس اللي حواليك، الناس اللي بتجمعك معاهم رابطة عاطفية قوية، أهلك، صحابك، علاقاتك العاطفية. طب من أين يكتسب الإنسان نمط التعلُّق بتاعه؟ هل بيتولد بيه؟ لأ، ولكن بيكتسبه. بيكتسبه في السنين الأولى من طفولته، من أول attachment figures في حياته. الattachment figures دُولة هم أول أشخاص أنت بتبدأ تربطك بينهم علاقة قوية، اللي هم في الحالة دي هيكونوا الأب والأم، أو أي أشخاص بيقوموا بدور الأب والأم في حياته لو الأب والأم مش موجودين لأي سببٍ كان. الattachment style بتاعك هتبدأ تكتسبه ويترسخ فيك وفي شخصيتك مع كل تعامل، مع كل تفاعل بيحصل بينك وبين أهلك وأنت لسه في الطفولة. هتبدأ تكوّن نظرة عن نفسك، هل أنا أتحب والّا ما أتحبش؟ هل أنا مقبول وسطهم والّا دايمًا باحس بالرفض؟ هل أنا شخص مهم والّا مُهمّش؟ وهتبدأ تكوّن نظرة عن الناس اللي حواليك، هل أنا أقدر أثق فيهم وأعتمد عليهم والّا كل تعامل معاهم بيثبت لي إن الناس بيمثّلوا لي خطر؟ هل الناس اللي حواليّا بيحبوني؟ طَب إزاي بيعبّروا لي عن حُبّهم؟ طَب أنا إزاي باعبّر لهم عن حُبّي؟ هل إن أنا أبيّن مشاعري حاجة طبيعية، حاجة آمنة بالنسبة لي، والّا في كل مرّة بابيّن فيها مشاعري باتعرّض للأذى نفسيًا أو جسديًا؟ هل إن أنا أظهر بحياتي كاملة حاجة مقبولة، والّا إن أنا لازم أخبّي نفسي؟ كل الاعتقادات دي عن نفسك وعن اللي حواليك وعن الحب وعن المشاعر بتبدأ تترسّخ فيك، لحد ما بتبقى زي operating system كده، نظام تشغيل متسطّى فيك أنت بتشتغل بيه، أنت بتتعامل مع الناس بيه. أنا كنت مذهولة زيك بالضبط وأنا باحاول أستوعب الكلام ده، بجد. هل علاقتي بأهلي وأنا عندي 4 والّا 5 والّا 6 سنين بتحدد شكل علاقاتي مع أصحابي وأنا عندي 15 سنة، أو شكل علاقاتي العاطفية وأنا عندي 20 سنة؟ هو نمط التعلق بتاعك أنت في البداية بتكتسبه في مرحلة الطفولة من خلال تعاملاتك مع أهلك، ولكن هو ممكن يتغير ويتبدل بعد كده في حياتك. يعني نفترض إن هو كان نمط تعلق صحي، فأنت اتعرضت مثلًا لتروما أو اتعاملت مع أشخاص toxic فيبدأ يبقى غير صحي أو insecure. أو لو نمط التعلق بتاعك كان غير صحي وأنت اشتغلت على نفسك واتعلمت عن نفسك أكتر وبذلت مجهود في الموضوع ده، ممكن بعد كده يبقى صحي وتكوّن معتقدات إيجابية عن نفسك وعن الناس اللي حواليك. عمّالة أقول أنماط التعلق، أنماط التعلق، فيالّا بينا نعرف إيه هي أنماط التعلق. أنماط التعلق هم 4 أنواع، منهم 3 أساسيين ومنهم الرابع ده mix، فأنا هاتكلم في الفيديو ده على ال3 الأساسيين بس. نمط التعلق الأول هو الanxious attachment style أو نمط التعلق القلق، ده نمط تعلق غير صحي. النمط التاني هو الavoidant attachment style أو نمط التعلق المتجنب، وده برضه غير صحي. ونمط التعلق التالت والأخير اللي هو صحي، الsecure attachment style أو نمط التعلق الآمن. نمط التعلق الأول الanxious attachment style أو نمط التعلق القلق، طفولته بتكون متمثلة في إنه مش حاسس إنه محبوب، مش محبوب في ذاته، لازم يعمل حاجة عشان
ياخد في المقابل الحب والاهتمام من أهله، وبيكون برضه عنده خوف من الهجر أو البُعد، لإن أهله بيكونوا معاه ساعات متاحين، بيحبوه، بيدّوا له اهتمام، وساعات بيحس إن هُم مش متاحين، مش موجودين. الشخص ده بقى لمّا بيكبر في علاقاته مع صحابه أو علاقاته العاطفية بيكون هو الpeople pleaser، الشخص اللي بيحاول دايمًا إنه يسعى لإرضاء الآخرين، اللي ما بيعرفش يقول لأ، اللي ما بيعرفش يحط حدود بينه وبين الناس، الشخص اللي ما عندوش مساحة شخصية، طول الوقت حابب إن الناس تكون معاه، طول الوقت حابب إنه يكون في حواليه حد، الشخص اللي بيدوّر حواليه هي الناس بتحب إيه عشان أنا أعمله وأتحب منهم. عنده خوف شديد إنه يخسر حد أو يقطع علاقته بحد حتى لو العلاقة دي كانت بتأذيه، لمّا يحس إن حد تعامله معاه اتغيّر بييجي له panic. وعلى فكرة ممكن يكون شخص محبوب جدًا وfriendly وعنده أصحاب كتير يعني، فمش كلّها صفات وحشة. فكل التعاملات دي بتنتج من حاجة اسمها الcore wounds أو الجروح يعني النفسية العميقة عند الشخص ده، فهي بتكون الخوف من الهجر أو من البُعد، وتاني حاجة الإحساس إنه مش محبوب لحد ما يثبت ده. النمط التاني هو الavoidant attachment style، نمط التعلُّق المتجنب. طفولة الشخص اللي عنده نمط التعلُّق المتجنب بتكون متمثّلة في إن احتياجاته ومشاعره دايمًا بتتعرّض للرفض، فبيتعلّم إن أنا أعوز حاجة من حد أو إن أنا أبيّن مشاعري لحد دي حاجة خطر. ولو نلاحظ هنا الفرق بين الanxious attachment style والavoidant، في الanxious بيكون في حُب، بيكون في اهتمام، ولكن بشكل متقطّع، ساعات موجود وساعات مش موجود. لكن في الavoidant الاهتمام والحُب مش موجودين أصلًا. وخلّيني أوضّح هنا برضه إن الاهتمام والحُب ده على المستوى النفسي، ممكن الأهل بيكونوا موفّرين كل حاجة مادية للطفل، ولكن على المستوى النفسي الموضوع هو اللي بيفرق في الattachment style. طَب تعاملاته وشكل علاقاته لمّا بيكبر بتكون عاملة إزاي؟ شخص بتحس إنه مش مهتم كده hyper independent، أنا ما باثقش في حد، ما باعتمدش على حد، مش مستني حاجة من حد، أنا ما ينفعش أبان ضعيف قدّام حد، لازم كده أبني حيطة بيني وبين الناس اللي حواليّا، الناس كده اللي عندها fear of commitment يعني، الأشخاص اللي ما بيعرفوش يتعاملوا مع مشاعرهم، فلمّا بيبقى عندهم مشاعر قوية دايمًا بيلجأوا لأي مشتتات، أي حاجة تكبت المشاعر دي، مذاكرة أكتر، شغل أكتر، خروج أكتر، بيحب الحرية، بيحس إن العلاقات كده هتقيده وتقيد حريته، فلمّا حد بيقرّب منه أوي بيبدأ يحاول بكل الطرق إنه يبعد وإنه يهرب، بيحاول دايمًا يلاقي عيوب في الناس اللي حواليه عشان يبرر لنفسه الهروب والبعد عنهم. فهنا اللي بيحرك الavoidance الشخص اللي عندهم نمط تعلق متجنب الcore wounds بتاعتهم هي إن أنا أحتاج حد أو إن أنا أظهر مشاعري لحد، دي حاجة غير آمنة. ونيجي لنمط التعلق الأخير، نمط التعلق الصحي الآمن secure attachment style. طفولة الشخص اللي عنده secure attachment style بتكون متمثلة في إنه أنا أتحب عادي و وأنا باحب الناس وأقدر أثق فيهم وأعتمد عليهم. الشخص الsecure بيكون interdependent. interdependent دي معناها إنه هو قادر يملى كده كوبايته العاطفية لنفسه، قادر يلبي احتياجاته لنفسه، بيستمتع بوقته لوحده، وكمان ما عندوش مانع إن يكون في ناس حواليه بتحبه هي كمان بتلبّي له احتياجاته، هي كمان بتملى الكوباية بتاعته، على عكس الشخص الanxious الاعتمادي دايمًا مُعتمد على مصادر خارجية إنه يحس بالحُب، إنه يحس بالتقدير، بالاهتمام، فبالتالي هو كوبايته العاطفية دي ما بتتمليش غير من برّه. أمّا الشخص الavoidant بيكون hyper independent، يعني الكوباية بتاعتي أنا هاملاها لنفسي، أنا مش محتاج حد من برّه، أنا مش عايز حد أصلًا من برّه يقرّب منّي ويملا لي الكوباية بتاعتي. الشخص الsecure ما عندوش مشكلة إنه يشارك مشاعره ويشارك مخاوفه، بيثق في الناس عادي، بيطلب منهم مساعدة عادي، عنده مساحة شخصية ولكن هو بيسمح للناس تقرّب منه عادي، بيعرف يحط حدود، بيعرف يقول لأ، بيقدر يكوّن علاقات وصداقات مستقرة بسهولة. ونيجي بعد كده للanxious avoidant trap، فخ العلاقة بين القلق والمتجنب. الشخص اللي عنده نمط التعلق القلق أو الanxious attachment style شخص بيحب القرب عامةً، بيحب الناس تكون حواليه، بيحب يشارك مشاعره، على عكس الشخص الavoidant اللي بيحب يسيب مساحة بينه وبين الناس، ما بيثقش في الناس بسهولة، فشخصيتين عكس بعض تمامًا كده. إيه اللي بيخلّيهم ينجذبوا لبعض من الأساس؟ بينجذبوا لبعض لإن كل شخص منهم بيعزّز عند التاني الcore wounds بتاعته، الجروح النفسية بتاعته. لنفترض مثلًا عندنا سارة وأحمد، مش عارفة اشمعنى سارة وأحمد، بس هُم الاسمين اللي جُم بالي وأنا باكتب الفيديو ده. فعندنا سارة وأحمد، سارة عندها نمط التعلق القلق anxious،
وأحمد عنده نمط التعلق المتجنب avoidant. وده مش تعميم إن البنات هم اللي بيكونوا anxious دايمًا والولاد بيكونوا avoidant، يعني العكس بيحصل عادي جدًا. أحمد وسارة بدأوا يتعرفوا على بعض، وفي الأول كانت علاقتهم مستقرة. بعد كده أحمد بدأ يحس إن سارة too much، عايزة تتكلم كتير، بتشارك أحداث يومها على طول، بتتكلم عن مشاعرها وبتطلب من أحمد يعمل نفس الحاجة. أحمد بدأ يحس إن مساحته الشخصية في خطر، وإن سارة بتقرب كده منه لدرجة هو مش قادر يتعامل معاها، فبدأ يبعد، بدأ يهرب، بدأ معاملته تتغير معاها، بدأ يديها mixed signals. زي ما قلنا إن الافويدنت بيكون عنده خوف من إن حد يقرب منه قوي، لأن القرب الزيادة ده بالنسبة له بيساوي عدم أمان، لأن هو في الطفولة كان في كل مرة ويعبر فيها عن احتياجاته عن مشاعره كان بيحس إنه هو مرفوض، فاتربط معاه في دماغه كده إن القرب بيساوي عدم أمان. سارة بقى لما تحس بانسحاب أحمد تبدأ تبانك، تبدأ تسأل نفسها طب هو أنا عملت إيه غلط؟ تفضل تبعت له أكتر، تفضل تجري وراه أكتر. وعشان سارة anxious فهو اللي بيحركها إحساسها الداخلي العميق إنها مش محبوبة، فبالتالي لازم تسعى وراء إثبات إن هي محبوبة، فتبدأ تجري وراه أكتر وبتخاف من الرفض. واللي بتعمله سارة بيخلي أحمد يبعد أكتر، واللي بيعمله أحمد بيخلي سارة تقرب أكتر. إحنا مخنا بيعمل حاجة اسمها الكونفirmation بايس أو الانحياز التأكيدي. يعني سارة كشخص anxious عندها اعتقاد داخلي مترسخ في نفسها عن إنها ما تتحبش، وبالتالي لازم تثبت من خلال اللي حواليها إنها محبوبة، فهي بتفضل تتحط في علاقات وفي مواقف ترسخ وتثبت الاعتقاد ده عن نفسها، لأن المخ في النهاية غرضه إنه يأكد المعلومة اللي عنده عن نفسه. وده اللي بيحصل بالظبط مع سارة لما بتدخل علاقة مع شخص avoidant، لأن الشخص الافويدنت هو اللي قادر إنه يثبت الاعتقاد ده، قادر يثبت إن هي مش محبوبة من خلال بعده، من خلال انسحابه، من خلال الميكس سيجنالز اللي هو بيديها لها. وأحمد كشخص افويدنت عنده اعتقاد مترسخ عن نفسه وعن الناس اللي حواليه إنه ما ينفعش يثق في حد أو يعتمد على حد أو إنه يقرب حد من مساحته الشخصية خالص، لأن القرب عدم أمان. فبالتالي هو برضه بيتحط في مواقف وفي علاقات بتثبت له الاعتقاد ده، فتلاقيه بيخش علاقة مع شخص anxious، إن الشخص الانكشس لما بيكون اعتمادي خالص عليه فده بيكون مش مريح لأحمد. عشان كده ما بتلاقيش علاقة مع شخص anxious وanxious زيه، أو شخص avoidant وavoidant تاني زيه، لكن الاتنين مع بعض الanxious والavoidant مغناطيس، والعلاقة دي بيكون فيها شيء من الإدمان كده. وهنا سارة لما تحس إنها استنزفت واستهلكت العلاقة دي وتحاول تبعد، هنا أحمد يسكت؟ لأ، أحمد يحاول يرجعها تاني. وفي السيناريو هنا إحنا كلنا متعاطفين مع سارة وكارهين أحمد، ولكن في الحقيقة الطرفين يستحقوا التعاطف مننا، لأن الشخص الافويدنت أو في الحالة هنا أحمد دايما في صراع بين مخاوفه ومشاعره. في حالة إنه هو وسارة قريبين من بعض كفة المخاوف بتعلى، المخاوف من إنه محاصر، إنه في حد قريب منه قوي، إنه في حد معتمد عليه أو محتاجه، أو إن هو محتاج إنه يظهر مشاعره لحد. فالمخاوف لما بتزيد بيحس إنه عايز يهرب ويبعد، فلما بيهرب ويبعد فترة بتقل كفة المخاوف وبتزيد كفة المشاعر، فيبدأ يحس هو أنا طب زودتها، طب هي ليه ما رجعتش تكلمني، فيبدأ إنه يبادر عشان مشاعره هنا أكتر. فلما يرجع تاني تزيد المخاوف تاني فيبعد تاني، وتستمر الدايرة من القرب والبعد، القرب والبعد، عشان ما ندخلش في علاقة توكسيك، سواء علاقة مع أصحابنا وعلاقة عاطفية، فالمسؤولية بتقع كاملة علينا. وأنا بصراحة بشوف إن الناس اللي حواليك انعكاس ليك. أنت يا سارة أحمد انعكاس ليكي، وأنت يا أحمد سارة انعكاس ليك، ودايرة صحابنا انعكاس لينا. فبالتالي أي تغيير خارجي أنت عايز تعمله في شكل علاقاتك هو مش بيبدأ من بره، لأ بيبدأ من جوه. لأن ساعات كتير بنلاقي نفسنا إن إحنا بنخش كده في باترن من نفس العلاقات، نفس نوع الصداقة، نفس نوع العلاقة، فلما تتغير أنت من جوه الباترن أو النمط اللي حواليك بيختلف. لأن سارة مثلا فعلا ممكن تنهي علاقتها بأحمد، ولكن يفضل النمط أو الباترن بتاع علاقتها هي وأحمد مستمر معاها. الأشخاص بتختلف ولكن القصة هي، ونفس الشيء يحصل مع أحمد. ساعات إحنا كمان برضه بنلاقي إن إحنا بنتعرف على أصحاب بننهي علاقتنا بيهم لأسباب ما، ونلاقي نفسنا إنه دخلنا صداقات تاني، يعني إن ممكن يكون الأشخاص مختلفين ولكن السيناريو والقصة بتكون هي. والجزء الأخير من الفيديو إزاي نعالج نمط التعلق بتاعنا.
إزاي أنا أتحول من شخص anxious أو avoidant لشخص secure، نمط التعلق الآمن أو الصحي. الخطوة الأولى محتاج تعرف إيه نمط التعلق بتاعك الحالي. ده أكيد أنت ممكن تكون حددته من خلال الحاجات اللي أنا قلتها، وأنا برضو هسيب لكم لينك كويز كده بتجاوب على مجموعة أسئلة في الآخر بيديك نمط التعلق بتاعك وتحليل كده ليه. وإحنا على فكرة ممكن نكون بنجمع تصرفات وسلوكيات من كذا نمط، ولكن دايما هتلاقي إنه في يعني attachment style منهم هو المهيمن والأساس بتاعك في تعاملاتك. الخطوة التانية إنك تبدأ تفكر، وكمان يا ريت تكتب إيه المواقف اللي بتحصل معاك وبيظهر فيها الattachment style بتاعك، وتبدأ تخوض رحلة من اكتشاف نفسك. وأنا كنت عملت فيديو عن التدوين هاسيب لكم اللينك بتاعه، وأنا بجد باشوف إن التدوين والhealing أو العلاج النفسي وجهان لعملة واحدة. الخطوة التالتة إنك تشوف مشكلة عندك وتبدأ تتعمق فيها أكتر، تبدأ تقرأ عنها أكتر، تبدأ تسمع فيديوهات لناس مرّوا بنفس التجربة كمان. الفكرة إن أنا هنا في الفيديو مش هاقدر أدّيك أساليب وحلول لعلاج كل حاجة، لإن أنا هنا باحاول بس أفتّح عينيك عن نمط التعلُّق بتاعك وإزاي بيتعامل وإزاي ده بيأثّر في علاقاتك وهكذا. على سبيل المثال أنا كنت بالاقي صعوبة كبيرة جدًا إن أنا أقول لحد لأ. فكرة إني أقول مثلًا لصاحبتي لأ أنا مش هاقدر أنزل معاكِ النهارده، أو والله مش عارفة يا فلانة الكلمة اللي أنتِ قُلتيها أو الموقف اللي أنتِ عملتيه امبارح معايا ضايقني، بلا، بلا، كل الكلام ده أنا ما كنتش باعرف أعمله، لحد ما أنا وصلت لpoint إن أنا خلاص أنا لازم أحل المشكلة دي. بدأت أقرأ كتاب، بدأت أسمع فيديوهات عن ناس مرّوا بنفس التجربة وحلّوها، وأشوف إيه نصايحهم وأبدأ أطبّقها واحدة، واحدة. وأنا كنت بالاقي نفسي بانجذب للأشخاص الavoidance عامةً أشخاص يعني يصعب الوصول ليهم. فالشخص الanxious عايش بفكرة إنه أنا لازم أحس أو أسعى إن الناس اللي حواليّا تحبني، ما باحبش أحس بالرفض. وكنت دايمًا باشوف memes البنات اللي هو إيه، ده بيعاملني كويس، ده مهتم، ده بيرد عليَّ بسرعة، this is not my type. على الجهة الأخرى ده بيعاملني يوم حلو يوم وِحِش، ده بيدّيني mixed signals، ده ما بيردش عليَّ، ده مش مهتم. هو ده. فأنا كنت باسأل نفسي يعني هو ده ليه بيحصل؟ فقريت كتاب عن الموضوع ده، وعملت search ودوّنت كتير. فالموضوع يعني هيحتاج مننا وقت ومجهود، فأنا هاسيب لكم مصادر تتعلموا منها كل حاجة متعلقة بالattachment style. لو حابين إن إحنا يعني نفصّل أكتر في موضوع معيّن أو أتكلم أكتر عن حاجة معيّنة، اكتبوا لي في الcomments. الخطوة الرابعة بقى هنا يبدأ الشغل العملي. بعد ما عرفت الattachment style بتاعك وإيه السلوكيات اللي بتصدر بسببه وإيه أسبابها ودوافعها، تبدأ إنك تاخد خطوات من إنك تتحول من شخص anxious لsecure أو من avoidant لsecure. وهنا لازم تصبر على نفسك، لأن الattachment style بتاعك دي حاجة اترسخت فيك على مدار سنين كتير، فبالتالي أنت عشان تحاول تغيّرها أنت هتاخد وقت وهتاخد مجهود. فما تتوقعش من نفسك لمجرد امتلاكك المعلومة أو أنت عرفت مثلًا إن السلوك ده غير صحّي وإن الattachment style ده غير صحّي، خلاص كده أنا هاصحى بكرة أنا هابقى secure. لأ، الموضوع محتاج وقت ومجهود، عشان إحنا بنكون عارفين إنه الحاجة دي صح ونلاقي نفسنا برضه ما بنعملهاش، وعارفين إن الحاجة دي غلط وبرضه بنلاقي نفسنا بنعملها. بنعملها ليه أو ما بنعملهاش ليه؟ عشان الحاجات دي يعني اتبرمجت في دماغنا، فأنت عشان تغيّر ده فأنت محتاج تعمل كده برمجة عكسية. فالموضوع ده مش بييجي كده من يوم وليلة، تبدأ تاخد خطوة بسيطة، تفضل تكرر فيها لحد ما تبقى عادة عندك. بعد كده تاخد خطوة أبعد، تكرر فيها لحد ما تبقى عادة عندك، وهكذا لحد ما تتحول لsecure. والخطوة الخامسة هي التعلُّم بالقدوة. تبدأ تشوف كده مين الناس اللي حواليك اللي بتحسّهم أشخاص secure، هم المتزنين وعلاقاتهم مستقرة، وتبدأ تشوف وتلاحظ هم بيعملوا إيه وتحاول تقلّدهم. لو ما لقيتش ممكن تشوف على السوشيال ميديا، ممكن تشوف مثلًا couple مثلًا بتحس علاقاتهم healthy، ممكن حد يكون بيتكلّم عن الصحاب وعلاقته بصحابه وإزاي يخلّي علاقاته بصحابه كويسة. طب ما لقيتش على السوشيال ميديا ممكن تشوف سيرة سيدنا محمد، تشوف إزاي كان بيتعامل مع أصحابه وإزاي كان بيتعامل مع زوجاته. وطبعًا ده يعني يا ريت يكون الخيار الأول بالنسبة لك. وحاول، حاول ما تحوّطش نَفْسك بمحتوى toxic بيعزّز عندك مثلًا إنّك تكون شخص anxious أكتر أو تكون شخص avoidant أكتر، لإن أنا باحس في مجتمعنا الحالي
دايمًا الإعلام والميديا بيحاول يوجّهنا إن إحنا نكون أشخاص avoidant، وطبعًا عشان الوقت لن يسعنا، فأنا هاحط لكم مصادر لكل حاجة أنا اتكلمت عنها، وكمان عشان أي حد عايز يتعمق في الموضوع ده. أول حاجة أنا هاحط لكم مقالات علمية بتتكلم بشكل مفصل عن الattachment style وإزاي بيتشكل في الطفولة، والتجارب العلمية اللي اتعملت أصلًا عشان تفرّق الattachment styles عن بعضها، وإزاي ده بيأثّر في العلاقات يعني لو واحد لمّا يكبر. وفي كمان link كتاب بيتكلم عن النظرية دي، أنا حاطط لكم link بتاعه Amazon يعني على Amazon اللي حابب يشتريه، وكمان link تحميل نسخة يعني free. وكمان في قناة يوتيوب، يعني هي الtherapist اللي فاتحة القناة دي بتتكلم بشكل مفصل جدًا عن كل attachment style. وبكده نكون وصلنا لنهاية الفيديو. أتمنى إن الفيديو ده يكون خلّاكم تفهموا نفسكم أكتر، وفي كده لمبة تنوّر في دماغكم. ولو اكتشفتوا إيه نمط التعلُّق بتاعكم من خلال الفيديو، يا ريت تكتبوا لي في الكومنتات، هاحب جدًا إنكم تشاركوني. وبس كده، أشوفكم في الفيديوهات الجاية، سلام.